هذه المباراة مباراة روما ونابولي دائما ما تحظى، صحيح تحظى باهتمام رياضي، باهتمام إعلامي، ولكن أيضا تحظى باهتمام خاص من قبل السلطات الأمنية. مباراة تصنف هنا في إيطاليا على أنها مباراة ذات خطورة مرتفعة، هاي ريسك ماتش، هكذا يتم تصنيفها هنا في أوساط القوات الأمنية الإيطالية. الملعب اليوم لن يكون ممتلئ عن آخره عادل، يتوقع حضور 63 ألف متفرج بسبب الإجراء الأمني المتخذ في المدرج الخاص بجماهير نابولي. سيكون هناك مدرج بالكامل فارغ تماما للفصل ما بين جماهير نابولي الحاضرة وجماهير روما المتواجدة في الملعب، علما أن السلطات الأمنية أيضا منعت أي شخص مقيم في مدينة نابولي أو في إقليم كامبانيا التي تتواجد فيه مدينة نابولي من شراء تذاكر هذه المباراة. على الرغم من ذلك الصحافة الإيطالية تتحدث عن إمكانية تواجد حوالي 15 ألف من مشجعي فريق نابولي في أقسام مختلفة من ملعب الأولمبيكو. شاهدنا اليوم، تجولت في مدينة روما، الإجراءات الأمنية مشددة ليس فقط في محيط الملعب ولكن أيضا في معظم المناطق السياحية والمناطق الحيوية في مدينة روما، تجنبا ومحاولة لتفادي أي اشتباكات قد تنجم بين مشجعي الفريقين، مشجعي فريق روما ومشجعي فريق نابولي.